ليه بتلف حوالين نفسك لما بتواجهك اي مشكله، وليه افضل الحلول بتيجي في وقت غير مناسب، وازاي تقدر تطور مهاراتك في حل المشكلات او البروبلم سولفينج، واللي هو اساس شغل البرمجه، وايضا وظائف اخرى اللي المخ فيها هو العامل الاساسي واللي هتفتح لك فرص كتير في المستقبل. وهو ده اللي هندردش فيه في حكايه النهارده على كودكس لاين. شغل عايز يخلص تضرب فنجان القهوه وتضغط على نفسك علشان تخلصه، ولو عايز تعمل اداء افضل في التمرين تضرب كوبايه القهوه برضه وتجري على التمرين. فدايما القهوه مرتبطه بانها بتخليك مركز اكتر وعندك طاقه اعلى، ولكن ده لفتره بسيطه جدا، وبعد كده جسمك هيجيب اخره بعديها بكام ساعه، وتلاقي نفسك بقيت مرهق اكتر من الاول وبتفكر اصعب، واللي بيخليك تروح تضرب الكوبايه الثانيه وبعديها الثالثه والى ما لا نهايه، لحد ما تلاقي نفسك دخلت في دايره مغلقه ومش عارف توقف ده، وتحس ان اليوم اللي ما تشربش فيه كوبايه القهوه انك مش عارف تفكر وتركيزك اقل، وده هيخليك عصبي وتعمل حركات لا اراديه. في بعض الاوقات ممكن تلاقي عينك بترمش لوحدها، او اي حد يجي يتكلم معاك تلاقي نفسك في مرحله هيجان وغضب طول الوقت بدون اي سبب، فزيها زي المخدرات ولكنها مقننه. تخيل بقى نفسك بالشكل ده طول الوقت، يبقى ازاي هتحل مشكله؟ ومن الطبيعي اصلا ان حل المشكلات بيعمل ضغط وقلق على الدماغ وانت اصلا مضغوط، فافضل حاجه تقدر تعملها انك تحاول تبطل قهوه، ولو مش عارف على الاقل حاول تبدلها بحاجات تانية، وكفايه كوبايه واحده في اليوم واشرب اي حاجه تانية جنبها. ثانيا دلع دماغك. المخ مش حاجة بسيطة ممكن تفهمه أو تجبره إنه يعمل حاجة هو مش عايزها، وعلشان كده لازم تعتبره واحد صاحبك تدلعه. وأفضل دلع للدماغ هو الراحة، وبالتالي لما تلاقي المشكلة مش بتتحل قوم اتمشى شوية أو قوم استحمى من الفرهدة دي. مخك واللي قاعدين معاك هيدعوا لك، لأن الريحة لا تطاق. أنت بقالك يومين بتحاول تحل نفس المشكلة. اطلع شويه وبعدين نرجع خش تاني. ولو الوقت اتأخر خش نام شوية، وهتلاقي دماغك بشكل لا إرادي بتفكر في المشكلة دي، وفجأة بإذن الله هتلاقي نفسك وصلت للحل، وفي وسط ما انت نايم وبتحلم أو بتستحمى، واللي بتيجي في أوقات غير مناسبة وما نتوقعهاش. علشان كده مخك هو صديقك الأول، لازم تفهمه وتعتني بيه، وساعتها مش هيخذلك. تالت نقطة واللي معظمنا مش بيحبها علشان فيها فرهدة كتير، وهي الرياضة. فاكرين المثل اللي بيقول العقل السليم في الجسم السليم؟ طول ما انت بقى قاعد على الكرسي وفاكر انك كل ما تقضي وقت أطول قدام المشكلة بالشكل ده انت هتحلها، تبقى غلطان، لان جسمك بيوصل لحالة من حالات الاسترخاء او النوم، والدم اللي بيوصل للدماغ بيقل، ولذلك لازم تمارس اي نشاط وبشكل منتظم في يومك، او تقوم تحرك جسمك كل ساعة بالكتير علشان حركة الدم تفضل نشيطة ويقدر يوصل لمخك بشكل اسرع، وبالتالي هيشتغل احسن، وساعتها هتقدر تحل اللي واقف معاك. رابعا ارقص. اينشتاين العالم المشهور بتاع الفيزياء واللي وصل لقوانين غيرت البشرية، وفي الحقيقة هو ما كانش بيقضي معظم وقته بيشتغل، ولكن ده كان عنده هواية وهو العزف على القيثارة او الفايلن، واللي ابتدى يتعلمها من وهو عمره 6 سنين. يعني عايز تقول لي ان انا ابدا اتعلم موسيقى علشان اعرف احل المشكله؟ مش ضروري، لانك تقدر تختار اي هوايه تانية انت بتحبها زي الرسم مثلا، واللي بمجرد ما بتبدا تمارسها انت بتنسى كل العالم اللي حواليك وكل المشاكل، وده بيخليك توصل لحاله عاليه من التركيز، واللي بيخليك تقدر تحل المشكله في وقت اقل، وبتوصل لحلول افضل من اللي كنت ممكن توصل لها من غير ده، بالاضافه ان حلولك هتبقى بره الصندوق او كرييتيف. اخر نقطه هي انك لازم تمرن دماغك على حل المشكلات. العقل زيه زي اي عضله في جسمك لازم يتمرن، وعشان كده لازم طول الوقت تحطه تحت ضغط وتمرنه على حل المشاكل، ومش لازم تكون مشكله في البرمجه ولكن بشكل عام. بمعنى ممكن تعمل حاجات بسيطه جدا، العب شطرنج او سودوكو، وفي برامج كتير على الموبايل دلوقتي بتقدر تمرن دماغك على التفكير السريع وبتبقى مسليه جدا، ولكن ما تروحش تلعب لي كاندي كراش او ماينكرافت وتقول لي انا بمرن دماغي، لا، لانك انت كده بتستعبط وبتضحك على نفسك. ولو عايز حاجه خصوصا في البرمجه عندك هاكر رانك او كود شيف، هتلاقي شويه مشاكل في البرمجه تقدر تخليك برنس، ومعظم العباقره اللي في المجال هتلاقيهم واخدين رانك عالي على المواقع دي. واخيرا طريقك انك تبقى مميز وتقدر تحل اي مشكله هي رحله، واللي اكيد هيكون فيها صعوبات كتير وحاجات هتخرجك عن شعورك،
ولكن برضه فيها شعور جميل جدا ما يتوصفش لما بتوصل للحل. وافتكر ان كل مشكله انت بتحلها او مهاره جديده انت بتتعلمها هي مجرد خطوه هتفتح لك فرص في مجالات كتير. وبدل ما تجري على كوبايه القهوه لما تعطل في حاجه او تبدا تشد في شعرك، روح خد بريك، العب، ارقص، غني، اعمل اي حاجه تانية، يمكن خلال ده تقدر توصل لحل. وافتكر النصيحه دي زي ما اشهر العلماء كان عنده هوايه واشتغلت معاه، تقدر تلاقي هوايتك انت كمان واللي اكيد هتشتغل معاك. ولحد هنا انا خلصت، واشوفكم في الحكايه اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.